والذي أظهر صياد من مستغانم وهو يقوم برمي كميات معتبرة من السردين. الفيديو أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رواد هذه المواقع أكدوا أن سبب رمي كميات السردين في البحر يعود بالدرجة الأولى للحفاظ على أسعارها المرتفعة. إلى ذلك فقد تنقل تلفزيون النهار إلى ميناء مستغانم والتقى بالصياد الذي قام برمي كميات السردين، وقال بأن السبب يعود إلى غياب الثلج لحفظ السردين من التلف، والفيديو يعود إلى شهر جويلية الفارط. يا ربي سبحانه هادو اللي سبوا في هذا. انا شخصيا قست واحد 150 200 كاس قست. ما يصلحش الحاجه محطوطه من 12 تاع الليل للستة تاع الصباح في هذاك الحمان تاع الصيف. اون بليز باش صيدوها 8 كانت عندهم في الفلوكه، دير حسابك من 8 ل 6 تاع الصباح الحوت كي يولي والحمان وما كان لا كلاص ما كان والو، شكون ياكلها؟ ديجا حنا مي قاعدين نرفدوها الحوت كحل بالدم، ماشي نقولوا حوت احمر ولا كحل بالدم. ما قال لك فوت صوروها لو فان موا دو جويي، كيما قال لك هذيك لا بيريود اللي هي لا كونتيتي، كيما قال لك لوفر بلوس كو لا دوموند. اون بليس دو سا لو بروبليم تاع لا كلاص خاش دخلت 12 تاع الليل، ومن 12 تاع الليل وهي سور لو كي حتى 6 تاع مي. وباش نبيعوا حاجه بيريمي للغاشيم حرام علينا، الحاجه اللي ما ناكلوهاش ما نبيعوهاش. هذه اللي قصنا الحوت، وسيتي كما قال لك هذا العام كامل لا سيزون كامله دو فوا. بعد الصدى الذي خلفه هذا الفيديو تم فتح تحقيق حسب المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية توفيق رحمي بولاية مستغانم. قال ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الصيد البحري للولاية وبتوجيهات من والي مستغانم قامت بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع مصالح التجارة والبيطرة ومسؤولي مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري لولاية مستغانم ووكيل البيع على مستوى مسمكة سلمندار من أجل الوصول إلى الحيثيات المتعلقة بهذه الحادثة المعزولة. وذكر كذلك أن هذا الفيديو قديم وليس جديد، وهو يعود لصيف 2017 عندما كانت حملة صيد السردين الموسم تعرف إنتاجا وفيرا ساهم في ذلك الوقت في تراجع الأسعار بالأسواق إلى حوالي 100 دينار.